طيب يا سيدي ويموت. طيب دقيقة بالله عليك. وفي هذه الحالة ليس هناك أنسب من سلاح الأرجو الذي يملكه كل فرد: الحذاء. أما السلاح السريع والموجود تحت الطلب فهو كأس الماء الذي يستخدم رشا وزجاجا. تحتاج إلى تطهير، وأنت بحاجة إلى تطهير على الهواء مباشرة. واحد مثلك بهيم ويلعن الجيل اللي بده يدرس عندك. يعني صح ولا لا؟ لا بلاش تجاوز. اجيب تسجيلات بكده؟ لا بلاش. كده عيب، كده عيب، ده كده تجريح، كده ما ينفعش، ده كده تجريح. لا تبعت طلع انت قرير من مرجعيات دوليه يا سيد وهو قاعد مثل الاهبل مش عارف. انت عم تحكي. لا يا خلاص. لا. وحين ترتفع نبرة التهديد وتعجز تلك الأسلحة الفردية يأتي دور السلاح الثقيل والقصف باستخدام الكراسي وحتى الطاولات. يعني لو سمحتوا طيب خد بقى الهوريك. لا انسى اللي بدأ. شاكر يا اخوان، انت اللي بدأ. لا يا انسى اللي بدأ. لا وبعد كل هذا القصف التمهيدي تنتقل المعركة إلى المواجهة المباشرة، وحينها تبرز مواهب الضيوف القتالية ضمن هذا الأولمبياد العربي الديمقراطي. دقيقة اسمع. دقيقة يا أخي، دقيقة اسمع. دقيقة يا أخي اسمع. اقطع رجالك. انا بتكلم على شد اشمر. وكالعادة يتلقى المواطن العربي لكمات الساسة لتنتفخ همومه أكثر فأكثر، ويتأكد يوما إثر يوم أن البسوس وناقتها ما زالوا على قيد الحياة.